بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. فيديو النهارده هنعمل صينيه كيكه محشيه بالموز. يلا مع بعض. معايا 3 بيضات، معايا كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه عصير برتقال، معايا بيكنج باودر وفانيليا، وكوبايتين ونص من الدقيق. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نكسر البيض الاول. وقبل ما نعمل اي حاجه طبعا بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا هتضربي البيض كويس قوي لوحده كده اهو يا جماعه. طبعا كيكه سريعه في الخلاط. البيض الاول كده هحط كوبايه السكر واضرب برده تاني كده. نحط كوبايه الا ربع من الزيت اهو، وعصير البرتقال، وهنضرب برده كمان ضرب كده. هنحط الفانيليا، معايا معلقه من الخل، وهنضرب تاني كده. ضربنا اهو، شايفين يا جماعه اهو. معايا البيكنج باودر طبعا هنحطه على الدقيق اهو، 1 بيكنج باودر، وحاجه بسيطه من الملح. وطبعا ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. هنقلب بقى الملح بالبيكنج باودر بالدقيق، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللايك يا جماعه، اللايك عشان الفيديو بتاعي يترفع. طبعا احنا بنعلم بعض، واللي يستفاد مني باي حاجه بسيطه يا ريت يكتب لي بيتابعني منين واكتب لي كده. كده خلاص هنحط بقى اهو. كده هنحط بقى النص الدقيق اهو. دول كوبايتين ونص يا جماعه من الدقيق. طبعا مش هحطهم كلهم، هحط بالتدريج. هنقلب بقى الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالراحه كده عشان الدقيق بينطر معانا. كده هنحط بقيه الدقيق ونقلب كده في اتجاه واحد. وتجيب اللي تحت كده تجيبيه راخر علشان ما يبقاش فيه حاجه تحت. وكده خلصنا يا جماعه اهو. شايفين القوام بتاعها هو ده كده، شايفينه اه. يلا بقى هنصبها في الصينيه. كده معايا صينيه اهو، حاطين فيها ورقه زبده ودهنينها. هنحط الخليط بقى كله اهو، وكده اهو نخبطها كده عشان الاول الشبكه وهنحطها كده. بقى لما الكيكه تستوي هنعمل الكريمه بتاعتها. معايا كيس كريم ده اهو، كريم جانتيه هنفضيه. طبعا هو مفيهوش سكر. هنحط له معلقه من السكر البودره، معلقه من السكر البودره اهو. وطبعا معانا ربع كوبايه من الميه، يعني فنجان من الميه الساقعه، والكل ساقعه كده. خلاص هنبتدي نضرب بقى مع بعض برضه اهو. لطيفه وكده احنا بنضرب الكريمه اهو. كده خلصنا الكريمه. ضرب الكريمه هنحطها في التلاجة بقى تمسك نفسها برضه شويه. وكده طلعنا صينيه الكيكه بقى، هنسيبها تهدى شويه معانا. معايا موز مقطعاه، معايا الكريمه، معايا طبعا الكيكه سقيتها ميه بسكر. هنحط الكريمه بقى اهو كده. نحطها كلها كده كريمه. كده حطينا الكريمه اهوت. هنحط الموز، هنرص الموز بقى جنب بعضه كده.
طبعا كده حطينا الموز اهو. كده حطينا الموز، هنحط الكريمه بقى اهو. كده بقى بنزوقها اهوت ونحط الكريمه. طبعا هتغطيها كلها من الجناب طبعا. ومعانا الموز اهو بنقطعه، هنحطه في الشربات عشان ايه؟ نحطه على وش الكيكه، كيكه الموز. اي فاكهه احنا كده بنقطعها علشان وهنحطه في الشربات علشان ما يسودش. اي فاكهه معاكي وتلمع، اي فاكهه معاكي اعملها كده. ده شربات اهو، شايفين كده اهوت. لك تروح ايه كده معايا الزاني اهوت. هنحط الجناب بقى الزاني، هنرشها بالسوداني كده. كده بالسوداني اهو. نرش بقى السوداني اهوت. كده خلاص اهو. ونحط بقى الايه؟ الموز بتاعنا. معانا الموز كده بالرصايه يا جماعه اهوت، واحده جنب واحده كده، شايفين اهوت اهو. احنا حطيناه في الشربات عشان تنتنها الموز بلمعته ما يغمقش معانا. شايفين يا جماعه؟ بسم الله تبارك الله. ممكن تحطي مانجا بدل الموز، تحطها مانجا، يعني ده بيرجع لك انت. شايفين يا جماعه؟ بكل سهوله اهوت عملناها كيكه الايه؟ الموز. كده كملناها كلها اهوت. شايفين يا جماعتنا؟ يا سلام عليك. شايفين؟ الله الله الله. احلى تورتايه موز للي بيحب الموز. كده خلصنا اهوت اهو. طبعا ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه يا جماعه. كده معانا اهوت، شايفين؟ وكده مع بعض هنقطع بقى الكيكه اهو. وكده هنطلع مع بعض بقى يا جماعه. شايفين؟ شايفين الطعامه دي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهوت. هنقطع مع بعض بقى. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله عليه. انا كنت فاكره اللي هعملها بالموز مش هتطلع حلوه، لقيتها طلعت جميله وطعمها لذيذ جدا. كده ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.